انسي بقى كل طرق البتنجان التقليدية وتعالي جربي الطريقة دي. وصفة بتنجان جديدة تاكليها في الفطار، تاكليها في العشاء، طعمها بجد خطير. اول حاجة كده معايا بتنجانتين وزنهم 400 جرام، اشرهم بالطريقة دي وهقطعهم مكعبات تكون كبيرة. بعد كده بقى هجيب طبق وهحطهم فيه، وبعد كده اجيب معلقة صغيرة من الملح ارشهم عليهم ومعلقة كبيرة من النشا. هغلف البتنجان كله بالنشا وهقلبهم وبعد كده اركنه على جنب. هجيب بقى هنا قرنين فلفل اخضر وربع قرن كده من الفلفل الالوان الاصفر والاحمر، هقطعهم مكعبات صغيره بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب بصليه برضو اقطعها مكعبات صغيره خالص، وهجيب طاسه بقى على النار اجي احط فيها 4 معالق كبيره من الزيت، وهضيف كده البصل وهضيف عليه البتنجان. هقلب البتنجان مع البصل اشوحهم بالشكل ده، لازم يتشوحوا كويس جدا. بعد كده بقى هضيف نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، وبعد كده هضيف الفلفل وهشوح برضو البتنجان مع الفلفل كويس جدا. بعد كده بقى هضيف معلقه صغيره خالص ملح، كزبره، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهقلبها بس تقلبتين. وبعد كده اضيف بقى اخر حاجه خالص 2 معلقه كبيره من دبس الرمان، لو مش متوفر خلاص مش مشكله، و2 معلقه كبيره من الخل، وهقلبها بقى كده خلاص تقليبه واحده وهنزلها من على النار. بعد كده نقدمها بقى بألف هنا وشفا على قلبكم في الفطار او العشاء، طعمها بجد خطيره تعجبكم جدا. ما تنسوش لو ولادك بقى مش بيحبوا البتنجان تعالى اقولك على وصفه ليهم طعمها تحفه هتعجبهم جدا. اول حاجه كده معايا بتنجانيه بحجم كبير شويه اقطعها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفرك كده البتنجان وهضيف عليه شويه من الملح، هرش كده عليه من ناحيتين ملح عشان ينزل بس الميه اللي فيه وما يشربش معانا زيت. في طبق بقى كده تاني هجيب 2 بيضة عليهم ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر والفلفل الأسود والملح، أقلبهم كده كويس. وأجيب طبق تاني أضيف فيه خلطة البقسماط وهجيب شوية كده، وبعد كده بقى أجيب البتنجان هنزل بيه في البيض وهقلبه من ناحيتين، وبعد كده أضيفه في البقسماط. أضغط على البتنجان كويس جدا عشان البقسماط يمسك في البتنجان. بعد كده بقى هكرر نفس الطريقة في باقي البتنجان. هرصه كده بالشكل ده واجيب بقى زيت يكون ساخن وهنزل بقى بالبتنجان بتاعي بالشكل ده وهقلبه كده من الوقت للتاني واخلي النار تكون متوسطه عشان يستوي كويس من جوه. هخرجه بقى يكون باللون اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه اقول لكم ان دي احسن طريقه عجبتهم في البيت للبتنجان، لان طبعا كان مقرمش وطعمه حلو جدا وطلبوه مرتين على الاكل. جربوه هيعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير ومتابعه صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. دمتم في رعايه الله.